يعني ليه كلنا نقعد نكمبيت على صوت مصر؟ صح. طب ما كلنا نغني ونتبسط وندي لمصر بقى حاجات حلوه. ليه لازم حد يتوج بشيء؟ يعني مش داخله في خناقه صوت مصر. كل حد عندنا في مصر اصلا عنده حاجه غير التاني تماما، ومعرفش ليه اصلا الخناقه دي موجوده. يعني ليه يعني ليه في صوت واحد لمصر؟ ما هو كلنا في صوت اصوات. امريكا وفي صوت المانيا يعني وفي صوت انجلترا. ايه يا جماعه في ايه؟ ما هم كلهم، كل بلد بتطلع عده اصوات. مصر فيها مواهب كتير وحلوه جداً وجميله جدا اصلا، مش بالشهره ونفتخر ان هي موجوده في مصر. ايوه مش بشهره الناس. يعني هم في ناس حددت ان صوت مصر بينحصر ما بين ناس معينه. طب دول اشهر ناس في مصر. طب تمام، لو ده يعني بسط الجمهور خلاص ماشي. اصل في الاخر ده مش كومبيتيشن اوفيشال. يعني احنا مش كلنا ماضيين ورق يعني صح. على ده دي حاجه اختياريه للجمهور. فطالما الجمهور مجتمع على حاجه او مش مجتمع يعني تمام، طالما مبسوطين اتبسطوا. يعني انما انا بقى صوت مصر، حد تاني صوت مصر. انت ما بتشغليش نفسك بالقصه. والله ايوه، الحاجات دي بالنسبه لي كلها حاجات سوشيال ميديا، وانا بحسها يعني بتاخد من وقتنا في حته مش المفروض اصلا ندخل فيها. يعني ليه كلنا نقعد نكمبيت على صوت مصر؟ صح. طب ما كلنا نغني ونتبسط وندي لمصر بقى حاجات حلوه. ليه لازم حد يتوج بشيء؟ يعني